الخير على الجميع. السيد الوزير، السيد المنسق الجهوي، السيدة رئيسة المنظمة الجهوية، السيدة النائبة المحترمة والسيد رئيس الغرفة الفلاحية، حضرات السيدات والسادة. في البداية بغيت نشكر السيد المنسق الجهوي والسيدة رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية على تنظيم هذا اللقاء المهم واللي غادي يرتكز على الاشكاليه ديال المراه القرويه، وبغيت نشكركم بهذه المناسبه على الحضور ديالكم وعلى هذا اللقاء المتميز. ثانيا بغيت نشكر، ما يمكنش حتى لا يفوتني هذه المناسبه بلا ما ننوه بالانجاز الغير مسبوق اللي المنتخب الوطني ديالنا في هذا المونديال ديال قطر 2022 والذي بات فيه اول منتخب العربي وافريقي يحقق هذا المركز الرابع في التاريخ ديال كرة البطولة، وفي أول أبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية. ولا يمكن لنا أن نكون إلا فخورين بهذه الوحدة التي صنعها منتخبنا في توحيد كل العرب والأفارقة. وهذا الانتصار المتميز تحقق بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اللي طالما كان جلالته كيعبر دائما على الأهمية ديال الرياضة والرياضيين وكيدعمهم وكيدعم الشباب باش يكونوا في هذا المستوى اللائق اللي وصلنا له الحمد لله. أنا أيضا جد سعيدة بهذه المناسبة بحال كنوهو بالفريق ديالنا الوطني باش ننوه أيضا بالعمل اللي كتقوم به الحكومه ديالنا تحت رئاسه السيد عزيز اخنوش رئيس الحكومه، واللي منذ هذه تقريبا عام ديال العمل ديالهم والحمد لله عطى انطلاقه ديال جميع المشاريع الضخمه اللي غادي يمكنها تغير بلادنا في السنين المقبله، وعطى انطلاقه ديال الاصلاحات المهمه اللي كنا كننتظروها ديال التعليم وديال الصحه لا سيما، والبرنامج الملكي الضخم ديال التغطيه الصحيه. علاش كنركز على هذا الشيء؟ لان غادي نتكلم شويه على المراه القرويه، غادي نشوفوا بان المشاكل اللي كتعيشها مازال في التعليم ومازال في الصحه والولوج الى الشغل. فاليوم هذه المشاريع خداو الانطلاقه ديالهم في ظروف صعبه من الناحيه يعني العالميه وهذه الاكراهات اللي كيعرفها